ايه؟ انت البعيد ايه؟ انت البعيد ايه؟ في ايه يا باشا؟ في ايه؟ في ايه يا جاحد يا متخلف؟ بقى انا من صباحة ربنا ببيض. ما هو ما كانش طبيعي يعني يبقى الموضوع كل اللي انت تجيب هاتريك في ماتش والماتش اللي وراه الاقيك بتبلانك واقول انا اللي وشي وحش عليك، وتنزل تاخد انذار في انذار في انذار وتبلانك، وبس نتاكد الناس كلها بقت عنك تروح تبي جوان. ايه يا عم توني؟ ايه يا عم توني؟ ما احنا ما طلعناش هبل اهو الحمد لله. كنا بنقول ان في حاجه، الموضوع فيه حاجه، طلع فيه حاجات، ده انت هتاكل هوا يا برنس. طبعا حتى الان اللي عنده توني ما تمشيهوش، احنا لسه مش عارفين الوضع ايه. الجماعه قالوا ان احتمال يبقى الموضوع لو في ايقاف مش قبل شهر 4، وانا بس مش عارف. انا عندي شكوك ان انا ممكن كمدير فني الفرقه او كاداره فرقه او كلاعيبه في الفرقه هيبقى بصراحه عندي قلق كبير جدا ان هو يلعب وسط الفريق دلوقتي. مش عارف هل انت بتوافقني الراي على ان هو المفروض يبقى موجود طبيعي لحد ما الاتحاد يوقفه، ولا خلاص ده عضو فاسد في الفريق ولازم يتم استبعاده؟ احب ان انا اسمع رايك في الموضوع. عامه بقى يلا بينا ندخل سريعا في حلقتنا، بس قبل ما ندخل ما تنساش تحط لنا لايك بعد اذنك بتاعك، واشترك معانا في القناه اول ما تتفرج علينا، وفعل جرس تنبيهاتك، وما تنساش تتابعنا على فيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستجرام. ويلا بينا نبدا حلقتنا. نبدأ سريعا زي ما احنا متعودين مع مين اللي توقع التوقع الصحيح في توقعات الاسبوع ال25. زي ما انتم شايفين هو توقع واحد صح، اتوقع 2 من 4، وهو ويزا اللي توقع رامسدال في حراسة المرمى وفان دايك في خط الدفاع. طبعا الاسبوع ده كان رامسدال وفان دايك ومارتينيلي وانجز، كان شوية الموضوع ديفرنشالز بس ويزا ظبطت معاه. مبروك يا عم ويزا، انت قدرت تتوقع الاسبوع ده صح. اتمنى بقى ان انتوا كمان دلوقتي قبل ما تنزلوا انزل انت كمان حط توقعاتك للجولة 26. توقع معايا مين اكتر حارس ولاعب دفاع ووسط ملعب وهجوم هيجيبوا نقط واكتبهم تحت في التوقع بتاعك. نيجي بقى على ترتيب 1 تو فانتزي اللي حصلت فيه شقلبه وكراسي موسيقيه الاسبوع ده. مش بعد ما كان متصدر بقى في المركز الرابع، وطلع حسام محمود بقى في المركز الاول بفرقه بندق اف سي 1704 نقطه، وبيجي بقى بعديه محمد ابراهيم ومحمد الحاوي في المركز الثاني والثالث. المنافسه مولعه، شدوا حيلكم يا رجاله، عايزين نشوف ضرب نار في الدوري. اما بقى بالنسبه لترتيب العبد لله فانا الجوله دي جبت 93 نقطه، ترتيبي بقى 164000. طبعا الحمد لله والشكر لله انا كان كابتني الجوله دي اوديجارد، بس كان كابتني قبل الديدلاين بدقيقه لولا واحد صاحبي خلاني اغير رايي الله يسامحه، كان كابتني فان دايك. تخيل فان دايك يا مؤمن لو كان جاب ال 24 نقطه دي وهو كابتني. 48 نقطه فان دايك كابتنه ديفرنشال عسل. يلا الحمد لله حصل خير. الواحد هي دي اللعبه، هي دي الفانتزي، ان انت تبقى متارجت حاجه وحاجه تانية تماما اللي تحصل، او ممكن انها تظبط معاك زي زيتشينكو وفان دايك. هو مين كان يقول ان زيتشينكو وفان دايك هيطلعوا لي ب2 كلين شيت هنا و2 كلين شيت هنا، وواحد يجيب جول واسيست والتاني يجيب جول؟ لا بصراحه كانت جوله غريبه من كل النواحي، وخصوصا مارتينيلي اللي رجع بعد ما اتدفن، رجع بعدين في جوله دبل في ماتشين بعد ما اكتر لاعب اتباع في ارسنال، جاب في الماتشين 3 اجوان وبقى هو نجم الاسبوع. نيجي بقى مع اكتر اللعيبه اللي اتعمل لها ترانسفير ان في الاسبوع ده، واول واحد في الصداره زي ما انت شايف كده توني. توني ايه؟ توني ايه؟ ازاي توني يا جدعان؟ ما هو انت يا اما جبته قبل الاخبار دي ما تحصل، يا اما انت واثق ان هو هيطلع براءه، يا اما انت التالت اللي انا مش عايز اقولها اللي كان هو اللي بيقول لك روح ظبط وخد من ورايا. يعني مش معقول توني. بيجي بعد كده راشفورد بقى بيجي، بنلاقي بن مين بيدخل في الصوره عشان الدبل بتاعه في ال28، في الدبل بتاعه في ال27 وال29، ومش هيبلانك في ال28، وبيرجع كمان ميتوما للصوره هو كمان عنده دبل 27 و29. فنقدر نقول انها ترانسفير ان منطقيه جدا. ونيجي بقى على الترانسفير اوت اللي انا شايفها منطقيه جدا باستثناء حاجه واحده. الصداره بيجي نيكيتيا. طبعا خلاص الناس شافت ان دقائق اللعب نيكيتيا ما بقتش كتيره متاحه، ما بقاش اصلا ايجابي على المرمى وما بقاش بيقدر يخلص الهجمه، فالناس قالت لك لا احنا نخلص منه. وزي ما انت شايف في ترانسفير ان الناس راحت على واتكنز على طول، فمشوا نيكيتيا وجابوا واتكنز، وده كلام مظبوط تماما. بيجي بعد كده متروفيتش اللي ما رجعش فورمه من بعد كاس العالم، واللي اصلا مصاب وما بيلعبش اخر ماتشين، فبرضه حاجه منطقيه جدا ان متروفيتش يكون في اكتر اللعيبه ترانسفير اوت. بيجي بقى بعد كده بنلاقي محرز بيدخل في الليسته دي. طب بناء على ايه محرز دخل الليسته دي؟ هو عشان ماتش ما لعبوش ونزل فيه بديل؟ ما محرز من بعد كاس العالم هو نجم مانشستر سيتي. اعتقد اللي مشى محرز استعجل شويه في الحته دي. وبيجي بعد كده في كمان تياجو سيلفا اللي مصاب، منطقي جدا ان هو موجود. وجاكبو بقى اللي الناس جابته عشان الدبل واتقفلت منه تماما، والناس دي بص ممشياه موضوع بيرسونال، موضوع شخصي، اللي هو مشيات بره. يلا انت لو هتجيب لي نقط انا مش عايزه. طبعا الحمد لله ماتشات الاف اي كاب كانت الاسبوع ده بتتابع بنسبه متابعه قياسيه. الناس كلها بتتابع الاف اي كاب عشان تطمن على البلانك بتاع ال28، والحمد لله احسن السيناريوهات فعلا هي اللي حصلت، ان الاسبوع بقى
بقى هيتلعب فيه 7 ماتشات، يعني ما بقاش بلانك كبير ولا حاجه. هعرض لك دلوقتي ال 28 الماتشات بتاعته تبقى ايه. هم في 3 ماتشات بس اللي بقوا بلانك في الجوله، زي ما انت شايف كده. الماتشات بتاعت ال 28 هي قدامك: نوتنجهام ونيوكاسل، استون فيلا وبورنموث، برينفورد وليستر، ساوثهامبتون والسبيرز، وولفز وليدز وتشيلسي وايفرتون وارسنال وكريستال بالاس. عشان نبقى احنا كده ايه، نسيب بقى خلاص، شفنا ال 28 وعرفنا ماتشاتها وعرفنا اللي هيبلانك. وعندنا ليفربول هيبلانك، سيتي هيبلانك، يونايتد هيبلانك، برايتون هيبلانك، ويست هام هيبلانك، وفولهام هيبلانك. ودول البلانك بتوع ال 28. نمشي بقى من ال 28. تعالى بقى كده نعرض الجدول ده اللي انت هتبقى شايفه دلوقتي. ده بيوضح لك الصوره كامله من الاسبوع ال 26 للاسبوع ال 30، كل الفرق بالدبلات بالبلانكات بكل حاجه. هنتكلم على الجدول ده دلوقتي بس قدام شويه. تعالى كده ندي الاولويه دلوقتي لل 26. خد انت اعمل بوز، خد منه سكرين شوت وخليه عندك احتفظ بيه، هيساعدك من هنا للجوله ال 30. بس دلوقتي هنمشيه بقى شويه ونجيب ماتشات الجوله 26 ونبدا نتكلم على الجوله اللي داخله علينا. الجوله دي زي ما انت شايف كده هم ماتشين هم اللي فيهم الكلام كله في الجوله دي. الماتشات الباقيه كلها تعبانه حتى كفرجه مش بس كفانتزي. عندنا ماتش السيتي قدام نيوكاسل، وعندنا ليفربول قدام اليونايتد. ماتشين قمتين دربيين اللي انت عايز تقوله قوله، بس اياك تنسى ان السيتي ونيوكاسل هيلعبوا اول ماتش. واياك تنسى المقوله الشهيره بتاعه الحاج غندي ولا المعلم غندي ولا العم غندي لما قال لك ما تكتنش حد بيلعب اول ماتش. تيجي انت بقى تقول لي طب يا سري هنجيب مين للجوله ال 26؟ اقول لك بص، ما اسمهاش هنجيب مين للجوله 26. احنا دلوقتي مش هنتكلم جوله، احنا بنتكلم فتره. فاحنا دلوقتي زي ما انت شايف جدول ال 26 ده كده نمشيه بقى ونجيب مكانه الجدول الكبير اللي كنا لسه متكلمين عليه، اللي هو موجود من ال 26 معاك لل 30. هنتكلم بقى عن الفتره دي، هنقسم الفتره دي. خلاص احنا عرفنا بقى ان في دبل في ال 29 وعرفناه واتاكد، وعرفنا ان الدبل في ال 27 عرفناه واتاكد، وعرفنا كمان البلانك بتاع ال 28 شكله عامل ازاي، فنقدر نبني مظبوط للفتره اللي جايه. تعالى بقى كده لما اقول لك احنا هنشتغل ازاي. احنا هنشتغل 3 فئات، 3 مجموعات. الفئه الاولى فرق ماتشاتها حلوه ومش هتبلانك، دي اول فئه هنتكلم عنها. الفئه الثانيه فرق ماتشاتها حلوه بس هتبلانك، دي ثاني فئه. الفئه الثالثه بقى دي اللي هي فرق انت تبعد عنها خالص ولا كانها موجوده. نبدا بقى مع اول فئه اللي هي فرق ماتشاتها حلوه ومش هتبلانك. وطبعا هنبدا بمتصدر الدوري ارسنال دلوقتي في احسن حالاته. وشفنا الماتش الاخير بتاع ايفرتون وشفنا النتيجه الكبيره اللي عملوها على ايفرتون والتالق بتاع اللعيبه اللي قدام، وكمان 2 كلين شيت ورا بعض. فالحسبه اختلفت عن زمان. كنا بنتكلم ساكا، اوديجارد، نيكيتيا. دلوقتي الكلام ان انت على الاقل يكون معاك واحد من الدفاع، ولازم ارشح لك زيتشينكو. الراجل ادواره الهجوميه لا تغفل تماما، فلازم تبدا تفكر ساكا، اوديجارد، زيتشينكو. او مثلا انت عايز ساكا وعندك مارتينيلي مع زيتشينكو، ده يبقى احسن ثلاثي هجومي. ونيكيتيا انساه خالص وسيبك منه خلاص. نيجي بقى على نيوكاسل برضو في نفس الفئه. نيوكاسل ابعد عن ماتش السيتي، يعدي ماتش السيتي، روح هات مع تريبير، هات لك مثلا واحد زي بوتمان او شار او بوب، هات لك واحد مع تريبير، لان ماتشاتهم اللي جايه حلوه ومش هيبلانكوا. ندخل بقى على احسن فرقه الفتره اللي جايه ماتشاتها حلوه وعندها دبلين في 3 اسابيع. انا بكلمك على برينفورد هتلعب في 3 اسابيع 5 ماتشات. احسن الناس اللي في برينفورد تقدر تجيب منهم عندك رايا طبعا لازم تفكر فيه، عندك بن مي برضو كمان كويس جدا. بس لو ما عندكش بن مي، رأيي ما تروحش على بن مي لانه خلاص بقى عند كل الناس وسعر غلي. روح هات هنري برضو من برينفورد وبيلعب باك شمال. على الاقل بن مي بيلعب مساك، هو بيلعب باك، يعني ممكن تطلع منه مساهمات هجوميه. نيجي كمان نبص قدام بقى، نبدا نفكر في موبيمو. هتقول لي طب توني اخباره ايه؟ هقول لك والله لو توني عندك خليه، ما تمشيهوش لنشوف ال 26 هيحصل فيها ايه. نفس الكلام اللي ما عندوش توني ما تجيبوش، استنى لنشوف برضو ال 26 هيحصل فيها ايه. نيجي بقى بعد كده نروح على تشيلسي اللي المفروض ماتشاتها اللي جايه حلوه قوي. بيجي هيلعبوا مع ليدز، بعدين ليستر، بعدين ايفرتون، عندهم دبل بعد كده استون فيلا وليفربول، وبعدين عندهم وولفز. ماتشاتهم حلوه جدا، الفرقه كاسماء حلوه جدا، بس للاسف الفرقه تغيظك لانها مش مساعده نفسها تماما. فرقه مش عارف انت هم ايه اللي ناقصهم عشان يبقى فرقه قويه. مدرب المفروض انه قوي، والفرقه المفروض انها واقفه على رجلها، والفلوس موجوده وكل حاجه موجوده، بس تشيلسي تخوفك. بس لو هتغامر على تشيلسي فالمغامره المضمونه شويه في تشيلسي هو طبعا كيبا، وعندك جواو فيليكس. عايز تعلي الريسك شويه هيبقى ريس جيمس في الدفاع. غير كده يبقى انت بتغامر كوكوريلا او تشيلويل، الاثنين في ما بينهم روتيشن، فابعد عن الموضوع تماما. نيجي بقى نروح على استون فيلا زي ما انت شايف كده ماتشاتهم حلوه جدا، وكمان مش هيبلانكوا وعندهم دبل كمان. فمش غلط خالص ان انت تفكر في استون فيلا. واول واحد طبعا وانت مغمض من استون فيلا هو
هو واتكنز. احسن اختيار لو انت عندك نيكيتيا وعايز تمشيه وتجيب مكانه حد هو واتكنز على طول. عايز بقى تبقى شويه ريسك وواثق شويه في استون فيلا وعايز تغامر عشان تقلب ترتيبك، عندك بونديه في نص الملعب، وعندك بقى في الدفاع مينجز. انا برشح لك مينجز في الدفاع بصراحه، عندي كده احساس بيقول ان مينجز في الدفاع فيها شويه كلين شيت حلوين الفتره اللي جايه. نيجي بقى على الفرقه المفاجاه انها بتبقى موجوده في الفئه دي، وهي فرقه توتنهام. توتنهام عندها ماتشات اللي جايه حلوه جدا جدا جدا. خليني اقول لك ان توتنهام للي مش واخد باله طلعوا اخر 5 ماتشات في الدوري طلعوا منهم ب4 كلين شيت. والله انها كانت معلومه ناس كتير جدا ما تعرفهاش لان محدش مركز مع دفاع توتنهام. خليني اقول لك طبعا طالما بنتكلم على توتنهام يبقى احنا بنتكلم على هاري كين، ده اكيد مفيش كلام. وطبعا اللي بيجيب كل ماتش يا جون مع اسيست مع كلين شيت ايمرسون رويال. بس ايمرسون رويال في كلام ان في اصابه في الركبه، فنستنى نشوف ال 26 اخبارها ايه. لو لعب وبقى موجود ومتاح او قبل المؤتمرات عرفت انه متاح اجري هاته على طول، لقيت ان في او لا روح على طول على داير من توتنهام. ندخل بقى على الفئه الثانيه او كاتيجوري نمبر 2، نتكلم على الفرق اللي ماتشاتها حلوه بس هتبلانك. وانا هنا بكلمك على فرقتين مع بعض بقى، فرقتين بتوع مانشستر يونايتد والسيتي. الاثنين انا رايي الشخصي من هنا للجوله 29 او 30 لاعب واحد من كل فرقه، تبقى انت كده عملت وقفت كده مسكت العصايه من النص. من اليونايتد تجيب راشفورد، من السيتي تجيب هالاند. ما تعليش الريسك اكتر من كده، صدقني جوله واحده ممكن تفرقك جدا في الترتيب. لما يبقى عندك 2 لعيبه من كل فريق او 2 و1 هتفرقك جدا ان انت تخش جوله ببلانك. فيا راشفورد وهالاند الاثنين مع بعض انا بشايف ان دي احسن حاجه تعمل. نيجي بقى مع الفرقه اللي بعد كده معانا في نفس الفئه وهي برايتون. برايتون ماتشاتها اللي جايه حلوه جدا، هيلعبوا مع ويست هام، بعدين عندهم دبل ليدز في كريستال بالاس، هيبلانكوا اي نعم في ال28، بعدين هيدخلوا عندهم بورنموث في برينفورد. فماتشاتهم حلوه، حتى لو عنده بلانك فهو يعتبر في 3 اسابيع هيلعب 4 ماتشات، فما يعتبرش ان هو عنده بلانك لو هنحسبها بالحسبه دي. فانا رايي من برايتون لما روح براحتك بقى، روح فكر في ستوبينان، الراجل بيطلع الماتشات اللي فاتت كلها اللي ما كانش بكلين شيت واسيست على الاقل بيطلع لك باسيست. فكر في ميتوما ومعاه بقى مارش عشان تخلص من القصه بتاعت ميتوما ولا مارش، يا ميتوما يا مارش يا مارش يا ميتوما، هات الاثنين. هقول لك بقى على نقطه سريعه جدا وخاصه انا لاحظتها شخصيا مش بناء على اي حاجه، انا عينيا جابتها في الماتشات. ماك أليستر بقى بيلعب رقم 10 في الملعب، انا ده اللي انا ملاحظه. فلو انت شايف ان انت محتار ما بين ميتوما ومارش، في واحد انت ميال ليه اكتر، رايي الثاني لو عايز تريسك غيره بماك أليستر، يعني فكر في ميتوما وماك أليستر، بيتهيألي ممكن تبقى ريسكايه حلوه وتظبط معاك. تعال بقى ندخل على بعد كده الفرقه اللي معانا في الفئه دي وهي تقريبا اخر فئه في الفئه دي، وهي ويست هام. ويست هام فرقه ابتدت تفوق، وزي ما قلت لك قبل كده واحنا بنتكلم نهايه الموسم غير بدايه الموسم غير نص الموسم. الفرق اللي كيرفها كان عالي بينزل، والفرق اللي كيرفها كان واطي ابتدى يطلع، واللي بينافس بقى على دوري واللي بينافس على هبوط واللي بينافس على مراكز مؤهله. فكل الحسابات بتاعت الاول مش هتكمل معانا، هتبدا تتغير معانا. واولهم ويست هام، شفنا الماتش اللي فات، شفنا انجز بيجيب وبوين بيعمل اسيستات وبالرحمه بيدخل في الصوره وفورنالز بيدخل في الصوره. فلازم لو هنفكر في ويست هام ابدا فكر بالترتيب ده، انجز لو انت عايز في الهجوم، عايز في نص الملعب فهو بوين، ده اللي انت ممكن تفكر فيهم من ويست هام. وانا بقدم الحلقه دلوقتي جت في دماغي ان انا هعمل كاتيجوري جديد، هزود لك كاتيجوري جديد اقول لك اللعيبه اللي انا مش شايف ماتشاتها حلوه بس انت عندك منهم لعيبه، فايه اللي ممكن نتصرف فيه. ده الفئه اللي انا هكلمك عليها دلوقتي اللي هيبقى فيها 3 فرق، هنتكلم على ايفرتون وهنتكلم على وولفز وهنتكلم على صلاح. نبدا بايفرتون. عندك تراكوفسكي خليه لحد الجوله 28، ده اللي انت تقدر تعمله فيه عشان تبقى تخرج باقل الخسائر من تراكوفسكي. ندخل بعد كده على وولفز. انا شايف بقى بوينو ولا كندر بوينو ده تمشيه وتخلص منه، داوسون صا كل الناس دي تخلص منها، جبناهم في الدبل ما طلعوش باي حاجه هم الجوز، فنمشي الناس اللي عندنا. ولو بتفكر في وولفز في حد ديفرنشال اعتقد ان انت زي عينيك راحت على سرابيا وانه لازم اوبشن حلو قوي نفكر فيه، بس رايي ان انت تفكر فيه من الجوله 28. ده بالنسبه للولفز. المعضله الكبيره بقى هي ليفربول، الناس اللي راحت شالت وعبت من ليفربول بالاثنين والثلاث لعيبه، اخلص من اي حد من ليفربول ماكسيمم بالجوله 28. عندك حد من ليفربول خليهم ماكسيمم للجوله 28، غير كده تخلص منهم تماما. الناس داخله على ماتشات زي الزفت، عندهم دبل في ال29 قدام تشيلسي والسيتي، وراهم عندهم ارسنال، وماتشهم اللي جاي اساسا قدام اليونايتد، فماتشاتهم من 26 لل30 هو ماتش واحد اللي حلو وهو ماتش بورنموث، فاخلص منهم تماما وهيبلانكوا كمان في ال28. كده احنا خلصنا كل الفئات، اتبقت الفئه بتاعه اللعيبه اللي ما تجيبش منها حد. كل الفرق اللي انا ما جبتش سيرتها ما تجيبش منها حد، ما تهوبش ناحيتها، ما تتفرجش عليها، باستثناء ليستر سيتي. لو ماديسون رجع، ماديسون ساحر في ليستر سيتي، لو رجع تروح تجيبه جري، ومش بعيد تجيبه هو وإيناتشو معاه. ده بس الحاله الوحيده اللي ممكن تفكر فيها في ليستر سيتي، غير كده بقيه الفرق دي كلها انساها تماما. نيجي بقى مع فقرة الكابتنة اللي بدأت تتصعب جامد الفترة الأخيرة بقى، وبقت فارقة جدا في النقط، وشوفنا الجولة اللي فاتت الدبل الكابتنة ازاي فرقت ناس عن ناس. الكابتنة المضمون الأسبوع ده هيكون فيها 3 لعيبة بالترتيب بتاعهم بالأحسن للأقل. الأولاني هيكون طبعا ساكا قدام بورنموث،
الثاني هيكون راشفورد قدام ليفربول، والثالث هيكون هالاند قدام نيوكاسل. ونيجي بقى مع الكابتنه الريسكي. الكابتنه الريسكي هيكون فيها برضو 3 لعيبه، عندنا واتكنز قدام كريستال بالاس، وعندنا صلاح قدام اليونايتد، وعندنا كمان هاري كين قدام وولفز. دي الكابتنه الريسكي. اما بقى كابتنتنا المجنونه النهارده والديفرنشال والاوت اوف ذا بوكس، فهيكون ريس جيمس قدام ليدز يونايتد، عشان نبقى كده احنا خلاص جبنا العيد زي ما بيقولوا وخلصنا الحلقه بتاعتنا للجوله ال26. اتمنى تكون الحلقه عجبتك. عندك اي استفسار، اي حاجه بتفكر فيها في الفانتزي او غير الفانتزي ليها علاقه بالكوره، انزل على طول واكتب لنا وهتلاقينا على طول بنجاوب عليك وبنرد عليك ان شاء الله اول باول. اتمنى لو عجبتك الحلقه تنزل تحط لنا اللايك بعد اذنك، واشترك معانا في القناه، وما تنساش تفعل جرس تنبيهاتك، وما تنساش تتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى التيك توك. وكان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.